الرحمن الرحيم. أنا الدكتورة أميرة، طالب ضفالة دكتوري. ليكم دلوقتي آخر مستجدات يا مسلمين. انتوا عارفين طبعا ان انا مشيت في اجراءات اقامة مواطن سعودي علشان اخلص من كفالة طليق. تمت الموافقة من الامارة على اقامة مواطن، اتحول الموضوع للجوازات باستخراج اقامة مواطن سعودي. تمام. الجوازات قالت ايه؟ الجوازات قالت طبعا احضار سبق طلاق، سبق حضانة، شهادات ميلاد اولادي. تمام. انا الحمد لله رب العالمين زي ما انا قلت لكم في البدايه، لما اثبتت نسب اولادي اخدت شهادات ميلاد اولادي بحكم محكمه، اخدت سبق حضانه لاولادي، اخدت سبق الطلاق. تمام. الجوازات اخدت الحاجات دي، رجعت وقالت ايه الجوازات؟ قالت لازم كفيلك اللي هو طليقك يتنازل عن كفالتك. طيب اعمل ايه؟ رحت فين؟ رحت مكتب العمل. انا بطالب بتنازل طليقي اللي هو ضفالة دجدجي ان هو يتنازل عن كفالتي. ضفالة عمل ايه في مكتب العمل؟ قال ان هي اصلا مش طبيبة عندي، زور في اوراق رسمية، شال اسمي من الملفات. طبعا انتوا عارفين الموضوع كله، اخد شهاداتي كلها، حرمني من مستحقاتي، مش عايز ينقل كفالتي، مش عايز يتنازل عن كفالتي. مكتب العمل قالوا لي ايه؟ قالوا لي هنحول الموضوع للهيئه اللي هي المحكمه الابتدائيه. المحكمه الابتدائيه هتحقق وهتجيب الشهود غصب عنهم ان شاء الله في العياده، وهيتم التحقيق ان شاء الله ويثبتوا حقي ويدوني مستحقاتي. طب وكفالتي؟ احنا مالنا اختصاص في نقل الكفاله. طب مكتب العمل ماله اختصاص في نقل الكفاله؟ انا واحده اقامتي انتهت، اقامتي منتهيه، لسه على كفاله طليق، منعني من اهلي، منعني من كل شيء، منعني من عملي. طيب قلنا رحنا تاني للجوازات. الجوازات قالت خلاص روحوا للشرطه تستدعيه بالقوه ان هو يتنازل عن كفالتك. رحنا للشرطه، الشرطه قالت ايه؟ مش من اختصاصي برضو ان انا اجيبه واقول له انقل كفالتها او يتنازل عن كفالتها. تمام. رحت الاماره للامير محمد بن ناصر حفظه الله. عمل ايه الامير محمد بن ناصر؟ الامير محمد بن ناصر قال انهم ليس من العدل ان انا افضل على كفاله طليقي، وبلغوا الخطاب ده ووصلوا للجوازات. والجوازات برضو ما خدتش في كلام الامير، قالت لازم طليقك يجيب تنازل رسمي لكفالتك. طيب ايه العمل؟ انا ايه اللي اعمله؟ انا واحده دلوقتي بدون اقامه، تعتبر اقامتي منتهيه، بدون عمل، بدون نفقه لاولادي، بدون سكن. ايه اعمل؟ اروح فين؟ طيب انا دلوقتي مش عارفه اخد حقي من الانسان دوت. طيب مين السلطه العليا اللي انا اقدر اوصله كلام يا مسلمين يا سعوديين؟ انا دلوقتي منكم، انا اولادي منكم، انا اولادي سعوديين. انا دلوقتي ما ينفع ان انا اروح مصر واتنازل عن اولادي السعوديين واسيبهم؟ يعني انا عايشه مع اولادي. طب اعيش مع اولادي ازاي وانا مش عارفه اعيش؟ ازاي اعيش؟ واحده، طب اي انسان اللي بيسمعني دلوقتي يحط نفسه مكاني ولو 5 دقايق. واحده مع اولادها عايشه في غربه بدون اهلها، طريقها بيعذبها، منعها من عملها، منعها من حتى مستحقاتها، منعها من شهاداتها اللي ممكن تشتغل بيها، منعها من نقل كفالتها، منعها انها تاخد حتى اقامه مواطن سعودي وتعيش حره وتعيش بكرامتها. ده غير كده ان هو مش عايز يديني نفقه اولادي وسكن اولادي الا لما اتنازل عن القواضي بتاعتي اللي انا رافعه عليه. فين العدل من كل ده؟ فين المسؤولين اللي يشوفوا موضوعي؟ انا مستعديه، انا هسيب رقم التواصل دلوقتي، في الفيديو. اللي عايز يشوف المستندات، اللي عايز يشوف الاوراق، اللي عايز يشوف اي حاجه تخص القضيه ويساعدني، انا مستعديه. اتواصلوا معايا، انتوا مسلمين. انا ماشي، انا انسانه قويه الحمد لله بالله، انا قويه بالله، انا مستحمله وهفضل صامده مستمره قدام ظلم الراجل دوت. وقلت لكم كذا مره انا ما هرجع خطوه ورا، انا مستمريه وما هسكت الا لما اخد حقي وحق اولادي. وكذا مره وقلت برضو قبل كده ان مش كل بنات الناس للعبه، ومش كل بنات الناس اللي تتاخد للمتعه وتترمى هي واولادها، ومش كل المصريين وحشين. في مصريين محترمين ما يرضوا على نفسهم بالاهانه ولا ان كرامتهم تتبهدل. قلتها لكم كذا مره، قلت لكم الموضوع ده اكتر من مره. مش مشكلتي ان انا وثقت فيه،
ومش عشان انا في غربه وان انا علشان انسان ضحك عليا ان انا هخاف منه وارجع بلدي واتنازل عن اولادي. اكيد ما هتنازل عن اولادي ولا هفرط في اولادي. انا مع اولادي لاخر نفس في عمري. كل سعودي سمعني، كل مسؤول سمعني، استحلفكم بالله، استحلفكم بالله، ساعدوني 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 لوجه الله، ساعدوني لوجه الله. انا واحده بدون عمل، بدون نفع لاولادها، بدون اقامه، بدون اهل كفاله، بدون اهل. استحلفكم بالله اقفوا معايا. انا صامده، انا مستحمله، انا صابره، بس ادوني الدافع اللي اصبر بيه. انا دلوقتي اصبر قصاد ايه؟ ايه اللي مخليني اصبر واستحمل؟ ما في شيء مخليني. انا عايشه بمعونات اهل الخير، انا عايشه بمعونات اهل الخير. انتوا المعونات، انا مش عايزه مساعده من حد، انا عايزه حقي وبس. عايزه اعيش عيشه كريمه. انا مش جزاتي اني اتجوزت سعودي، ده مش جزاتي اني وثقت في انسان كنت متخيله ان هو انسان يخاف ربنا. مش ده جزاتي. واذا كنت انا اتجوزت واحد وطلع انسان مش قد الثقه، خلاص يبقى واجبكم يا مسلمين، واجبكم يا مسؤولين ان انتوا تاخدوا لي حقي. انا مشيت مشوار طويل، من بدايه اول ما هددني بالايجار ورماني في الشارع، من اول ما انكر حمله ورفعت قضيه اثبات نسب، ورفعت عليه قضيه قذف وكسبت القضيه الحمد لله، واثبتت نسب اولادي، اخدت شهادات ميلاد اولادي، اخدت صك حضانه اولادي، اخدت صك طلاق، رفعت قضيه النفقه والحمد لله اتحكم بنفقه وسكن، ولكن قصاد تنازل عن القواضي وعملت اعتراض وتحول لمحكمه الاستئناف، ومحكمه الاستئناف شافت ان الحكم ده ليس في محله، وانا ماشيه في الاجراءات وان شاء الله هكسب القضيه باذن الله. لكن كل ده وقت، انا فين من كل دوت؟ طب والجانب التاني، نقل كفالتي وعيشتي عيشه كريمه، ما انا معايا 4 اولاد. انتوا بتبصوا لي ان انا عايشه لوحدي، انا عايشه ب4 اولاد. كيف اعيشهم؟ كيف تبقى اعيشهم؟ حطوا نفسكم مكاني ولو 5 دقايق. وصلوا صوتي للملك سلمان، وصلوا صوتي لولي العهد، وصلوا صوتي لاعلى مستويات. طيب انا مش عايزه منكم حاجه. وكلمه اخيره لسفارتي المصريه، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سفاره. السفاره المصريه من بدايه موضوعي وقفوا لي مندوب من السفاره مشى معايا شويه، وبعد كده سفارتي لما المندوب توفى ما اسمع عنها اي شيء. فين سفارتي؟ طليقي ضفا الله دقدقي عليه قبل كده شكاوي من صيادله، وعملوا عليه شكاوي في الاماره والمحكمه وكسبوها وخدوا تعويض. في كذا مصريه دكتوره اشتغلت عنده قبل كده والشكاوي دي موجوده في مكتب العمل، وكسبوا برضو القضيه ضد طليقي دوت. يعني انت يا سفاره شايفه انسان عمال يظلم، شايفه انسان ما ظلمش مراته بس وام اولاده، ده عمال يظلم قبل كده. فين تصرفك؟ فين تصرفهم؟ فين ان هي تتابع موضوعي؟ فين ان هي توصلني للجهات العليا؟ انا مش طالبه منكم مساعده، انا طالبه منكم توصلوني للجهات العليا. انا عايزه اوصل للجهات العليا. فين اي صحفي عنده شرف وضمير؟ فين اي صحفي عنده شرف وضمير يوصل كلامي؟ انا ليه بقول لكم ان انتوا تفضحوا الموضوع؟ وصلوا كلامي. وانا ده رقم تواصل 054 50 74 172. هقوله تاني 054 50 74 172. اتواصلوا معايا. اللي عايز يشوف اي مستندات، اللي عايز يشوف اي حاجه تخدم القضيه، عندي كل شيء بالارقام، عندي كل المحاضر، عندي كل رسائل تهديده، عندي كل شيء يثبت شغلي، عندي كل حاجه. ساعدوني، استحلفكم بالله. والسلام عليكم ورحمه الله.